تعرفي ان انت عندك 400 بويضة بس، متوسط 400 بويضة، كل مبيض بيفرز بويضة واحدة بس كل شهر بالتبادل مع المبيض التاني. طيب لو جالك البيريد بدري او لو جالك البيريد متأخر وانت بنت، ما تقلقيش، متوسط عدد البويضات عندك هم 400 بويضة على 400 شهر. طيب لو انت اتجوزتي وحصل تأخير في الحمل، او لو سنك كبير وعايزة تعرفي في مشكلة عندك في الخصوبة ولا لا، هقول لك تعملي ايه. اول حاجة طبعا عن طريق دكاترة النساء هيطلبوا لك طبعا اف اس اتش وال اتش وبرولاكتين واي 2، وطبعا اي ام اتش اللي هو التحليل اللي بنتكلم عليه النهارده اللي هو انتي مالاريان هرمون. التحليل ده بيدينا مؤشر عن مخزون المبيض عندك. مخزون المبيض عندك، هل عدد البويض كويس؟ طب هل اللي عندك الخصوبة كويسة؟ طبعا مع باقي التحاليل التانية. لو طلع التحليل في المعدل الطبيعي يبقى تمام. طب لو طلع النسبة عالية عندك عن الطبيعي، يبقى ده مؤشر كبير جدا ان انت عندك تكيسات في المبيض. طب لو طلعت النسبة قليلة، يبقى مؤشر برضو ان انت عندك الخصوبة فيها مشكلة. طبعا الدكاترة هتديكي هرمونات او منشطات. المهم طبيب النساء هيتصرف بناء على التحاليل دي. يا رب اكون افدتكم باي معلومة.